فرق كبير جدًا بين إن إحنا نبني شخصيات ولادنا قوية، آمنة، واثقين في نفسيهم، يعرفوا يتصرفوا من غيرنا، وما بين إن إحنا نطلّع أولادنا شخصياتهم هشة، ضعيفة، عندهم صدمات. في لحظة معينة ولادِك بيكونوا محتاجين لِك فيها، ولو اتأخرتِ عن الوقت ده الفرصة ممكن تضيع، وكمان لو استعجلتِ ممكن ده يهدد علاقتِك بيهم وثقتهم في نفسهم كمان تضيع. ما بين التدخل السليم في الوقت المناسب وما بين التأخر أو الاستعجال بتنشأ الصدمة اللي بيطلع من خلالها طفل يا إما مش واثق في نفسه ومش عارف يتصرف وبيعتمد عليك في كل شيء، وده اللي بيحتاس من غير ماما، أو بنطلع الشخصية التانية الواثقة الآمنة اللي قادرة تثق في نفسها وفي قدراتها. كلنا بنتمنى نربي النوع التاني، وعشان نقدر نعمل ده بنحتاج كتير نسأل نفسينا يا ترى أنا دلوقتي مفروض أتدخل ولا استنى شوية؟ بنتي متضايقة وأنا مش قادرة أشوفها زعلانة، شايفة ابني عنده مشكلة وبيعاني، أتدخل بسرعة وأبدأ أدي حلول وأتحرك ولا أسيبه ياخد قرار وأنا أدعمه من بعيد؟ حقيقي بنبقى مش عارفين ومتلخبطين التصرف السليم فين، ولو أنا أم قلقانة هتلاقيني بجري وبتسرع وبحل محلهم وبلغي شخصياتهم من غير ما أحس. ما بين التدخل السريع والتدخل المتأخر تكمن الحكمة والوسطية، وهو التدخل الحكيم. في ورشة خريطة الحماية احنا عايزين نتعلم مع بعض أتدخل امتى وأتدخل ازاي، ودول أهم خطوتين هناخدهم مع بعض لأنهم مهارات مش قليلة. المهارتين دول بيحموا علاقتنا بولادنا، بيخلي العلاقة اللي ما بيننا وما بينهم قوية وآمنة. هو شايفك إن أنت أمان بالنسبة له لأنك مش بتهدده ومش بتهدد تكوين شخصيته، بالعكس أنت بتدعمه وبتخليه يتعلم وما بتخافش من التجربة. ولأن إحنا مش عارفين نعمل ده لوحدنا فقررنا في ورشة خريطة الحماية إن إحنا نساعدكم ونجهز خطة علمية عملية واقعية. لو عايزة تتعلمي تحافظي على شخصية أولادك وعلاقتك بيهم والرابط الآمن اللي بيربطك بيهم، اشتركي معانا في ورشة خريطة الحماية وتعلمي معانا طريقة التدخل الصح والتوقيت المناسب، ويلا بينا نطبق مع بعض خطوة بخطوة.